وبعدين هيقرر راح فين يعني؟ انا هروح لشامل ابو حجر وهقلب عليه الدنيا لحد ما اوصل لاخويا. اكيد هو اللي بعت الناس دول. استني بس يا راوية، تروحي فين؟ وبعدين انت ما ينفعش تظهري دلوقتي اللي اسمه شامل ده. اسمعي الكلام يا راوية، تعبت قلبي معاكي. بصراحة بقى راوية معاها حق في الكلام اللي بتقوله، ولو مش عاجبكم كلامها خلاص نروح للحكومة وهي تجيب لنا ابننا، ولا هنسيبه كده يا ابني؟ فهد يا ضنايا، انت كويس؟ انت كويس؟ طمنوا يا جماعه، طمنوا، انا بخير. ايه يا فهد؟ عملوا فيك ايه ولاد الهرمة دول؟ يا جماعه طمنوا، والله العظيم انا بخير. بعدين معاك يا فهد. ولا قبلين يابا، ربك ستار الحمد لله. ناس جايين لحد عندي وعاوزين ياخدوني ويتشكلوا معايا، عاوزني اعمل ايه يعني؟ اسيبهم؟ لا يا ضنايا لا، شامل ده مش سهل، ده راجل شراني مش هيسيبك في حالك. ما اقدر ومكتوب ياما. انا ما اخترتش اقتل اخوه، زي ما انا ما اخترتش اي حاجه في حياتي من يوم ما اتولدت لحد ما جيت هنا. بقول لك ايه يا فهد، احنا نهج من هنا نروح اسكندريه، طنطا، اي حته، بلاد الله واسعه، بس الغربه. تاني يا راوية، عاوزين انا اهرب تاني؟ بقول لكم ايه، العمر واحد والرب واحد ومصحف ربنا، انا ما همشي من هنا. مين فيكم فهد البطل؟ انا يا باشا فهد البطل. تعالى معانا يا حلو، رئيس المباحث عايزك. عمل ايه؟ والله ما عمل حاجه. يا لهوي يا لهوي يا فهد. قطع. لا اله الا الله. ايه اللي حصل يا سعاده الباشا؟ الواضح كده ان في دي في راس حجاز ومراته، الله يرحمهم. الله يرحمهم، الله يرحمهم. مش على يدك يا عبود. يا ما قلت له يا احمد بيه اجيب لك باب خشب بدل الخص اللي انت قاعد فيه ده، ما بيسمعش الكلام. حاكم الديابه يا سعاده البيه بتبقى لابده في الزرع، ولما تجوع ما بتشوفش قدامها. هما مالهمش اهل في البلد هنا يا عمده، محتاج حد يستلم الجسامين بعد التشريح. يا احمد بيه دول اغراب مقطوعين من شجره، لا عيل ولا تيل. بس ما تقلقش، انا بعون الله حكرم مسواهم. كتر خيرك يا عمده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. دول اهل يا بيه، وانا مسؤول عنهم وعن كل واحد في البلد. امال عمده كيف عاد؟ عموما بعد ما التشريح يخلص تقرير الطب الشرعي النهائي يطلع، انا هبعت لك عشان تيجي تستلم الجسامين وتدفنهم باذن الله.